اوعى تقفل بلكونتك قبل ما تتفرج على الفيديو ده. مبدئيا انك تقرر تجيب شوية مباني والياسة وتبني حيطة وتدخل البلكونة جوه البيت علشان تزود المساحة منك لنفسك كده، ده مرفوض. طيب ليه؟ اولا انت ممكن تدفع غرامة وممكن تضطر تكسر بعدها لان دي هتبقى مخالفة. ثانيا البلكونة دي تعتبر كانتليفر مخصصة عشان تشيل احمال معينة، وبالمباني اللي انت حطيتها دي فانت ممكن تضر المبنى انشائيا بزياده المباني والاحمال اللي انت حطيتها، لانها طبعا مش معمول حسابها من الاول. ده غير طبعا المشاكل اللي هتكون مع الجيران اللي ملهاش حل، انك شوهت المنظر الخارجي للعماره او للبيت اللي انت ساكن فيه، وانهم هيبقوا خايفين على سلامه المبنى. طيب ايه الحل؟ لازم ترجع لمهندس تفهم منه الخطوه دي صح ولا لا، من الناحيه الانشائيه ومن الناحيه المعماريه. ولو المهندس ادالك الاوكي في الناحيتين دول، اولا الناحيه المعماريه ان الشكل من بره تقدر تعدل عليه تعديلات بسيطه ويكون شكله لطيف، والثانيه ان الاحمال الزياده مش هتاثر على المبنى، لازم تروح تسال في البلديه او الحي علشان تبقى ماشي قانوني. ولو انت عندك مشاكل في التقسيمات الداخليه في البيت تقدر تكتب لي في الكومنتات وتصور لي الموضوع وتقول لي مقاساته، نبدا نعدلهم مع بعض. وما تنساش انا معماري واسمي مصطفى الدمرداش.